من غير ما تفكري ولا تحتاري ولا غلبة كتير. اللي يقولك اوعي تحطي العدس مع الرز وتغسليهم سوا وتحطيهم سوا قولوله انت غلطان. تعالى واتعلم من الشطار. زي ما انتوا شايفين كده معايا الرز بالعدس الاصفر وكسرة جواه البيضة، حاجة كده تحفة. تعالوا نشوف عملنا ايه. معانا بصلاية كبيرة كده مسكناها حطيناها في الكبة وهنضربها كويس او هنخلطها كويس في الكبة، وبعد كده هنشوف مع بعض عملنا ايه. تمام كده. انا شفت البصل لقيته لسه ما اتفرمش كويس، فهعيد فرمه تاني. وبعدين هحط في الحله معلقتين كبار من الزيت وعليهم معلقه من السمنه البلدي. السمنه البلدي دي بقى بتخليه في حته تانية خالص، تحفه. وادي بقى العدس والرز. بس هنا بقى الشطارة ان العدس يكون اقل من الرز، يعني ما ينفعش نكتر العدس عن الرز، العدس يكون قليل عن الرز. واللي يقولك ما تحطهمش على بعض قولوا له لا لا لا، تعالى بقى بسرعة كده عندي وشوف الطريقة. غلبنا بقى في الاكل وحيرة وخلاص داخلين على العيد الكبير، هنعمل اكلات بسيطة وخفيفة كده وحلوة وخصوصا في الحر ده. هنا بقى حطينا البصلايه اللي احنا خرطناها او ضربناها في الكبه على النار في معلقتين الزيت ومعلقه السمنه البلدي. لو ما عندكيش سمنه بلدي براحتك ممكن تعمليه بزيت بس. هنا بقى انا غسلت الرز والعدس الاصفر مع بعض. تمام. البصلايه احمرت، بس خدي بالك بقى ما تغلطيش الغلطه اللي انا غلطتها. هنا الحلل الجرانيت دي او حلل النيوكلاين بتحمر البصل بسرعه، يعني انتي خلي البصله تكون افتح ما انا عملت. تمام كده، يعني ما تخليش البصله مغمقه قوي، لان الحلل دي بتخلي البصل يحمر بسرعه. فانت تبقى عينك عليها ما تخليهاش تحمر قوي، عشان انا البصله احمرت معايا قوي. لما البصله هتحمر معاكي قوي هتغمق الرز والعدس، انما لما البصله هتكون فاتحه الرز والعدس الاصفر هيفضل لونهم فاتح، وهيفضل لون العدس هيبقى باين وهيبقى مصفر في الرز. تمام كده. هنا بقى انا بعد ما شوحته كويس حطيت له الميه طبعا ما تكونش كتيره، الميه تكون مظبوطه زي ما احنا كاننا بنعمل الرز العادي، يعني بدون ما فيهوش اختلاف. على فكره العدس بيستوي بسرعه قوي. هنا العدسايه هتطلع الواحده بوحدتها، مش هتبقى معجنه ولا اي حاجه. بصوا هنا البصل كان فوق الوش ازاي محمر قوي، فانت ما تغلطيش الغلطه اللي انا غلطتها. انا بقى بحط له ملح وفلفل وكمون فقط لا غير. لو عايزه تستغني عن الكمون اوكي مفيش مشكله، بس انا بحب افضله اكتر الملح والفلفل. المره دي انا حطيت له كمون. تمام كده. هيغلي، يلا بسرعه استني عليا عشان هتشوفي ايه اللي جاي. هيغلي. واهم حاجه بقى طبعا هنا انا بقولك ما تنسونيش في اللايك. لما هيغلي هيتشرب الرز، هيتشرب اهو غلي وتشرب. انا هنا هعمل له فتحات فتحتين كده هوسع له. هو الرز اتشرب بقى خلاص، يعني داخل في التسويه. بصي انا بوريكي كمان الرزايه طالعه برزتها، بس هو لونه مغمق عشان البصله غمقت مني. طبعا اللي فوق الوش ده الفلفل، كسرت بيضتين وحطيتهم. انا ليه حطيت بيضتين؟ بص انا بوريك ان هو ايه مفلفل، وان هو العدسايه والرزايه طالعين متماسكين. هحط شويه فلفل اسود على كل بضايه كده. انا هنا حطيت بيضتين ليه؟ عشان احنا كنا 2 بس اللي هناكل، انما لو انتوا عدد 4 أو 5 كسري البيض في كل ركن في الرز. وبعد كده لما هتغرفيه هتطلع البيضه الواحده بوحدتها. على فكره طعمه بيبقى تحفه، خيال خيال بجد رائع لما تعمليه بالطريقه دي، لما تكسري البيض فيه. في ناس بتعمل جنبيه بيض مدحرج وبيعملوا شويه سلطه. على فكره دي اكله يعني كامله متكامله، يعني اكله مش ناقصها حاجه، شويه رز شويه عدس وبيض. طبعا اكله كلها غذاء وفيتامينات، ويعني اكله الغلابه اللي هي ابسط من البساطه، اللي ما يقدروش يشتروا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا الكلام ده. الاكله دي تغنيهم عن كل ده، والحمد لله كلنا فقراء الى الله، يعني الحمد لله. هتشوفوا بقى بعد كده لما البيض هيستوي ولما هنغرفه مع بعض هيكون شكله عامل ازاي. وصراحة الاكلة دي جميلة جدا، انا بحبها قوي، اكلة خفيفة كده وسريعة. على فكرة انا بعمله بطريقة تانية برضو، هبقى اعملها لكم في فيديو تاني. انا هنا بحاول ارب البيضة كده في قلب الرز.
هبقى اعملها لكم بطريقه في فيديو تاني وهتشوفوها ان شاء الله. برضو بيبقى تحفه قوي قوي، بيبقى خطير يعني. انا بعملها برضو بنفس الطريقه دي، وده معروف ان هو رز اسكندراني، اخواتنا الاسكندرانيه بيعملوه. طبعا انا بحيي من الفيديو ده الاسكندرانيه، لان انا بعشق الاسكندرانيه واسكندريه واهل اسكندريه وكل حاجه في اسكندريه. زي ما انتم شايفين هنا بقى البيض كان استوى، وانا هنا بقى هغرفه. هتشوفوه معايا، ده البياض بتاع البيضه، الصفار موجود من تحت. لما انا هاجي اغرف الرز هتشوفوا بقى شكل البيضه عامل ازاي، هتشوفوا بقى المنظر الجميل التحفه ده. كده هنا كان البياض تمام. انا بقى لما غرفتها خدتها وقلبتها في الطبق، طلعت البيضايه الواحده بوحدتها، وطلعت بالصفار اللي انتوا شايفينه ده وبالجمال ده. الرزايه الواحده بوحدتها، وادي العدس باين والرز، بس طبعا لونه مغمق عشان البصله غمقت. لايك وشير وسبسكرايب.